العين فلقت الحجر، شنبور شكله حضر. انا كنت مسافر بكره، فجأة اتلغى السفر. جبت عربية جديدة موديل السنة دي، جارتي بصت فيها وقفت كده فجأة بيا. ابن ثانوية عامة جاب كام وتسعين في المية، سلفتي ابني عشان لزعتني عناوية. مهدي كاميرا فرح تبدا اب يا جماعه. كاميرا فرح باقي يمين سنه فاير اوسل بخرني انا يا لا معانا، هي بتركي هنا بس هي مش ظاهره عندكم. بخر الضيفه بس الكارت هيبقى معاك، هتبقى ظاهره عليك. محتاجة بخور. مش محتاجة بخور. يعني ايه؟ مش فاهم. عادي يعني مش لازم بخور. لا لازم تتبخري، طول ما انت قاعده معايا لازم تتبخري. اوكي تمام. دي طقوس يعني. اوكي تفائلي بيها يعني. ما انا ما اعرفكيش يعني، ما اعرفش طاقتك عامله ازاي، تحسديني عينك وحشه كويسه. ما الطاقة اعرف. دي بقى بتخليكي البخور ده بيخليكي ما تحسيش بطاقة سلبية. هو حضرتك جايه تساليني ولا ايه؟ مش فاهمه. احنا قبل هوا ولا احنا في الهوا؟ احنا قبل الهوا، بس انت جايه تساليني عامه. لا عادي بتكلم معاكي عادي. لا مش عادي، ما حدش بيتكلم معايا عادي. تمام مفيش مشكلة عادي. يعني انت تتكلمي معايا في الحلقه وتفضلي تروحي، لكن انا ما حدش بيتكلم معايا عادي اصلا. مفيش مشكلة عادي. مفيش تمام. مشكلة. اتكلم معاكي عادي. انا شخص عادي عشان تتكلمي معايا عادي؟ كلنا اشخاص عادية. انت كلكم اشخاص عاديه، ده شيء يرجع لكم. انا شخص عادي؟ لا، ما بتتكلميش معايا عادي. تمام. شخص مش عادي. بالظبط. ما بلغوكيش قبل ما تيجي؟ لا. غلطتهم. ايوه. هحاسبهم عليها، ما تقلقيش. كلنا هنحاسبهم. طب ايه هنبدأ امتى؟ حضرتك قومي اقعدي مع المخرج بقى اساليه. يعني خدي شغلي خدي شغل المخرج واتفضلي يعني. تمام. اقوم لك من على الكرسي تقعدي؟ لا ازاي لا. احنا هنبتدي امتى؟ عشان الاستاذه اكيد عندها حاجات اهم. هنبتدي امتى؟ اسمك ايه؟ اسراء. ممكن نبدا شويه هدوء يا اساتذه. لا دي الضيفه تقريبا مش عاجبها، يعني عايزه بتسال حضرتك هنبدا امتى؟ هنبدا حالا ان شاء الله. انا نفسي احنا نبدا اصلا. هو طاقه اليوم باينه من اوله مبدئيا كده. واضح. ها شويه هدوء يا اساتذه. يعني في ناس هلتها ما شاء الله. نبدا 3 2 1 اتفضلي. مساء الخير واهلا بحضراتكم من حلقه جديده من برنامج حكايتي، ومعايا النهارده حكايه اسراء. اهلا بيكي يا اسراء. اهلا بيكي. ازيك؟ الحمد لله. كلميني عنك شويه. انا اسمي اسراء رضا، معيده في كليه طب بيطري جامعه بنها، وعندي موهبه كتابه الشعر، وليا ديوان ان شاء الله في معرض الكتاب باذن الله السنه دي. قولي لي شعر انت بتقولي. مش تمام. نبدا مع حضرتك بقانون العزله. ليه يا حبيبتي قانون العزله؟ ما تديني حاجه طاقه ايجابيه يعني، ليه كده؟ يعني براحتك، يعني انت عايزه تسمعي ايه؟ اعمل لك ليه عايزه تقفلينا كده من بدايه اليوم؟ قانون العزله ليه؟ انا اقول لك حاجه رومانسي حسب مودك، يعني اللي انت عاوزاه. يعني عايزه حاجه كويسه رومانسيه مثلا. اتفضلي. تمام. هتكوني ليه اميره، هيكون لك ملك، وكل ما يكون جميل كل ما هيجملك، وانا وانت حققنا المعادله الصعبه وقدرنا رغم اختلاف الطرق نوحد بكح يا حبيبتي، بكح ايه دي؟ واضح ان في حاجه غريبه بتحصل، انا مش فاهماها. هو اكيد البخور هو اللي عمل حضرتك كده. لا ممكن الشعر بتاعك ضايقني. بيعمل ضيق تنفس. عمل لي تنفس. تمام. نغيره طيب. غيري، مش عاجبني. تمام. عايزه تسمعي ايه تاني؟ حضرتك قلتي حاجه عزله لا، قانون حزن لا، فقلت لك حاجه رومانسي. غيري رومانسي. تمام. عايزه تسمعي ايه تاني؟ شواري يعني يا عزله يا رومانسي. حزن طيب. سمعيني. تمام. الحب من طرف واحد جمله بتقبض القلوب. لا اله الا الله، لا اله الا الله. انت جايه تنكدي علينا؟ لا انت جايه تنكدي علينا؟ لا
انا مش قلت لك فاهمه. الرومانسي ما عجبكيش، جاب لك ضيق تنفس، اعمل لك ايه؟ عايزه حب من طرف واحد وقبور وقبض، ايه يا بنتي في ايه؟ طيب ماشي. في ايه؟ حابه تسمعي ايه؟ طيب مش حابه اسمع، حابه اغير الموضوع. غير الموضوع عادي. كلميني عن حياتك. بتفهمي في الطب البيطري؟ بفهم. بتفهمي فيه يعني؟ بفهم نتكلم يعني عليه؟ انا ما بفهمش ولا ايه؟ لا مش فاهمة اكيد السؤال. حضرتك بتفهمي يعني. لو أمال؟ عايزين نتكلم عن الطب البيطري بما اني انا معيده في كليه الطب البيطري، حابه انا نتكلم عندي عن- قطط وكلاب فاكيد بفهم. بجد؟ اه. حلو ده. تمام. بتديهم التطعيمات بتاعتهم في وقتها؟ انت عايز تحسديني يعني عشان عندي قطط وكلاب؟ لا ما حسدتكيش انا بقول لك يعني. ايوه يعني السؤال ده انت بتحسديني عشان انا عندي قطط وكلاب لا لا ولا طبعا ايه؟ لا، ده مش مجال ان احنا نحسد حد عشان عنده قطط وكلاب، يعني اي حد في الشارع ممكن يبقى عنده قطط وكلاب. انا مش فاهمه كلامك بصراحه. انا حاسه ان في يعني نبره مش عاجباني في صوتك. لا انا عادي والله، حضرتك التنشن من اول الحلقه عادي عادي. مش تنشن خالص. طب خلاص. مجنونه يعني مجنونه؟ لا ما قلتش كده. امال؟ اللي حضرتك شايفاه يعني. طب انا بسالك سؤال، كلميني عن حياتك الشخصيه. حياتي الشخصيه؟ اه. لا اكيد مش هكلمك عن حياتي الشخصيه، ممكن اكلم حضرتك عن حياتي في الجامعه مثلا. مش مهتمه بيها، مهتمه بحياتك الشخصيه. انا قلت لحضرتك في الاول انا دكتوره في الجامعه وبكتب شعر وعندي موهبه الكتابه. سمعت الشعر ما عجبنيش. انت دكتوره ولا معيده؟ معيده في طيب. الكليه. ما هو التايتل طبيب بيطري، وما بيتعين في الكليه بيبقى دكتور. يعني انت دكتوره طب بيطري. ايوه طبيبه بيطريه ومتعينه في تمام. الكليه، معيده في الكليه. بس انت قلتي دكتوره في الجامعه. ايوه لا انت معيده في الجامعه. معيده في الجامعه. أيوة. تمام كده صح. ايوه اتفضلي. بس ده الموضوع. بكتب شعر ما عجبش حضرتك، فممكن نقول حاجه تانية تعجبك. انت طيب بس كده حضرتك بتدعي ان انت دكتوره في الجامعه. لا انا معيده. معكيش في ماجستير. لا انا لسه في الريسيرش دلوقتي. طيب لما تخلصيه حضرتك خلصتيه؟ لا لسه. طب خلاص. تمام في الطريق ما يعني. ينفعش تقولي لا عادي، انا بقول لحضرتك التايتل بتاعي بس. معيده. او معيده. اتفضلي كملي. ما ينفعش تقولي دكتوره في الجامعه وانت ما خلصتيش، ايوه طبعا. عشان بس. كده ده عدم احترام. اتفضلي. عدم احترام لايه؟ الميثاق العلمي. للميثاق العلمي. ايوه. تمام. هو لا حضرتك حضرتك شايفة بتحكي على ايه؟ عن الميثاق العلمي. هو حضرتك مش بتاخدوا اخلاقيات البحث العلمي ايوه ولا طبعا. لا؟ ايوه طبعا. طيب بيبقى مفيش مشكله، احنا دلوقتي مش في بحث علمي، احنا برنامج لا. فاني يعني بنتكلم برنامج عن الشعر. فاني برنامج فن. هو انا جايبه حضرتك برنامج تضحكي فيه؟ طب انت حضرتك ايه مشكلتك طيب؟ انا مش فاهمه. انا مشكلتي ان انا هنا لازم مصداقيه، وانت عايزه تطلعيني على مصداقيه برنامجي، وده مش هيحصل. تمام. ايه مصداقيه برنامجك وانا امشي معاك في مصداقيه برنامجك؟ ما ينفعش تدعي حاجه انت مش واخداها. طب انا ما قلتش حضرتك ان انا معايا ماستر، بقول لحضرتك انا معيده في انت الجامعه. قلتي انا دكتوره. تمام انا الجامعة. معيده في الجامعه. تمام. تمام مفيش مشكله. خلاص. وشاعره. شاعره عندك فيها مشكله ولا عادي؟ لا ما عنديش مشكله في الشاعره. طيب تمام. قولي لي، بتخافي من الحسد؟ مذكور في القران فعادي يعني. عينك بس ما وحشه؟ بؤمنش بيه يعني. عينك وحشه؟ اكيد مش انا اللي هقول، انا اللي اقول؟ الناس اللي حواليا بقى هم اللي يقولوا مش انا. ايوه يعني مثلا اكيد الواحد بيبقى عارف صفاته الوحشه من اللي حواليه. اكيد مثلا حد قالك لما بشوفك ما بتفائلش بيكي. لا الحمد لله ما فيش حد قال لي كده. مفيش آه. حد قال لي انت عينك وحشه او ما تفائلش بيكي. يا لهوي يا لهوي. ايه؟ اكسيدنت عادي بتحصل. لا ما بتحصلش، دي عينك. دي عيني. طب انا خلاص. هطلع فاصل. انت شايفه ايه؟ اعزائي المشاهدين هطلع فاصل لان طاقه النهارده مش مفهومه ابدا، وهرجع لحضراتكم مره اخرى. في ايه؟ هات لي مهدي يا ابني بسرعه، هات لي مهدي. في ايه حضرتك؟ يبخرك ويبخرني. حضرتك هتبخريني تاني؟ ايوه بخرك. انت مش شايفه عينك عملت ايه؟ لا دي مش عيني، لا اكيد دي مش عيني يعني. تؤمني بالقضاء والقدر اكيد. تمام. بخرها الاول، بخرها. لا اله الا الله. 5 لا إله إلا مرات. 2 3 4 5. تمام تعالى بخرني يلا. 1 2 3 4 5. تمام. ممكن اقوم ثواني. هو انا مين اللي جاب لي الضيفه دي؟ مين اللي جابها؟ خليها تقوم تروح حالا. انا ايه شاعره ايه شاعره ايه والكلام ايه اللي هي بتقوله ده؟ انا اصلا مش فاهمه منها حاجه. لا 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 انا مش هكمل معاها. فن اختيار الضيوف بقى ضايع. اسالني انا ما اعرفش.
في ايه؟ مفيش حاجه، انا تمام. حضرتك تمام؟ لا تمام. نقوم نمشي طيب ولا؟ نفسي بس ما اخرج مش هيوافق. مفيش حاجه غصب عنك ابدا. انا مش بحرجها، انا بس بقول ان انا مش عايزه اكمل معاها الحلقه. طب انت حضرتك مقتنع ان عينيها وحشه ولا لا بذمتك؟ مقتنع ان عينيها وحشه؟ طيب ماشي، وارد. هديكي فرصه كمان. اوكي مفيش مشكله. ورجعنا لحضراتكم مره اخرى مع الاستاذه اسراء. اسراء انا لا هديك- طبيبه بقى. نعم. طبيبه. هو حضرتك بتعدلي عليا؟ اه. بتعدلي عليا؟ ايوه عادي. المشكله حضرتك غلطتي في التايتل، فانا أنا بقول ما لحضرتك غلطتش. طبيب. أنا ما حضرتك قلت استاذ، انا طبيبه. ما انا ما غلطتش. تمام. حضرتك شايفه ايه؟ اتفضلي قولي لي شعر، هديكي فرصه كمان. تديني فرصه كمان؟ هحاول تمام. عايز عشان ما تسمعي؟ اكونش ظلمتك يعني. اوكي عايز تسمعي، بس قولي حاجه بقى عايز تسمعيها حسب مودك دلوقتي وانا اسمعك، عشان ما اقولش حاجه ما تبقاش على مودك فتتضايقي. لا خالص عايزه اتفضلي. تمام. اعوذ بالله من شر خلق الله، عايشين حياتهم فل، مستكترين علينا الحياه، داخلين خارجين على بيتنا، جوه دايرتنا حاطين عينهم في حياتنا، عيونهم فلقت الحجر، وقعت ورق الشجر، والغل جواهم انفجر. مركزين معانا كام، بيضحكوا في وشوشنا ويرموا السلام. صعبه وقعت الفازه اللي ورايا بالظبط. ما أنا قلت اقول حاجه وفي تليق حاجات كتير على جوايا. طبعا. لا انت شاعره بقى. اقول فيكي ايه يا منيه؟ لا ده انت عديتيني بقى الحلقه خلاص. تخلص بقى كفايه. اوكي مفيش إيه رأيك مشكله في الشعر خالص. ده بقى؟ لا احلى واحلى. ايه رايك في الشعر؟ لا حلو جدا. شعر واقعي اقرب للواقع والحقيقه. طبعا. اتفضلي اكمل ولا؟ لو حابه. لا خلاص، هو مش عاجبك، انت عملتي انتربشن فخلاص. هو انا مش عاجبني بس مضطرين. اتفضلي كملي. لا مش مضطرين، انا لازم اقول حاجه برضو تعرف حضرتك ادام عملتي انتربشن يبقى ما هو مش عاجبك فخلاص. هو مش عاجبني فعلا. ممكن نعمل شيفت لحاجه تانية. اتفضلي قولي بتعرفي تعملي ايه تاني. بعرف اعمل ايه تاني؟ ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، ولكن احنا كنا في برنامج حكايتي مع إسراء، لكن دلوقتي احنا في برنامج شرارة، وده طبعا كان مقلب. وهي صوتها الشعر بتاعها حلو، وهي جميلة وكل حاجة، مفيش أي حاجة خالص وحشة ولا عليها وحشة ولا أي حاجة. أهم حاجة ما تبقيش ضايقتي، طبعا ده كان هزار ومقلب، مفيش أي حاجة من دي حقيقية. بس انت بصراحه ممثله ممثله جدا. صدقتي شربتي المقلب؟ جدا بجد؟ ايوه. طب الحمد لله، دي يبقى احنا كده رجعنا. هتدخلي عالم التمثيل. إن شاء الله. موافقة إن الحلقة تتذاع؟ موافقه. خلاص قولي لي بقى للكاميرا موافقة إن الحلقة تتذاع. موافقه ان شاء الله. ان شاء الله. نورتيني.